احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله الداعي إلى رضوانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأعوانه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج هلا سألوا، الذي يأتيكم يوميا على شاشتكم قناة القرآن الكريم من 6 إلى 7، خدمة لإخواننا وأخواتنا وإجابة لهم عن أسئلتهم واستفساراتهم. وأرحب في مطلع هذا اللقاء وبدايته بصاحب الفضيلة الدكتور سعيد بويزري، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة زيوس. دكتور سعيد، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. إذا للتواصل مع فضيلة الدكتور على أرقامنا الهاتفية والتي ستظهر لكم أدنى شاشة بعد بيان موضوع هذا اللقاء: الأدب مع الله تعالى. أحبة الإيمان، الأدب مع الله تعالى يورث الإنسان ويكسبه حب الله تعالى له، ويعلي مقامه ويرفع درجته، وينال رضا الله تعالى ويدخل في رحمته وجنته. فهذا الخضر عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن خرق السفينة نسب الخرق إلى نفسه، فقال الله تعالى عنه: فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والفلاح نسبه أدبا إلى ربه سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى حكاية عنه: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الأدب مع الله دكتور سعيد خلق الأنبياء والأولياء، فكيف يكون هذا الأدب الرفيع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد صالح، مهما تعرف الإنسان على حقائق الحياة لا يمكن أن يستغني عن الحقيقة الكبرى، وهو تعرفه على الله سبحانه وتعالى. فالآيات الكثيرة، سواء الآيات القرآنية أو الآيات الكونية في كتابي الله عز وجل، في كتابي الله عز وجل المقروء والمفتوح، في الكتاب المقروء المنشور والكتاب المقروء، كلاهما نجد فيهما آيات في القرآن الكريم ناطقة تدعو الإنسان إلى أن يتعرف على الله عز وجل، إلى أن يتعرف إلى الله عز وجل. فأذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، حينما نقرأ في سورة فصلت في الآية رقم 53 يقول ربنا سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن الذي يقرأ آيات الله عز وجل سواء في الكتاب العزيز، في الكتاب المقروء، في القرآن الكريم، أو يقرأ هذه الآيات بدافع من آيات القرآن الكريم في كتاب الله المنشور، في كتاب الله المفتوح أي في الكون بآياته الكبرى، السماوات والأراضين وكذلك الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمجرات والبحور والطيور وإلى غير ذلك، يعني شيء عجيب جدا. نجد إرشادا في آي القرآن إلى كل إنسان ليفكر في هذه الآيات. النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، في سورة فصلت هذه الآية. ونجد أيضا آيات أخرى مماثلة لهذه الآية. أذكر على سبيل المثال كتمهيد خفيف للإجابة عن سؤالك يا أخي محمد صالح في سورة الذاريات. لو بدأنا بسورة الذاريات وهي آيات فيها آيات عجيبة جدا. في الآية 7 يقول ربنا سبحانه: والسماء ذات الحبك. هذه الآيات اشترط أن يكون الإنسان متخصصا في علم الفلك، يكفي أنه ينظر إلى هذه السماء وكيف بناها خالقها جل جلاله، والسماء ذات الحبك. ونأتي الآية رقم 20 مباشرة، يعني تجاوز بعض الآيات، يقول ربنا سبحانه: في أمر الأرض وفي الأرض آيات للموقنين.
وفي الآية رقم 21 يعود ربنا إلى أنفسنا فيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الآية رقم 22 يعود ربنا إلى السماوات فيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. في الآية 49 يتحدث عن الكون وإن لموسعون. وكذلك انتشار الزوجية ومن هذه الزوجية ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. يعني انبثاث الزوجية في الكون الفسيح سواء في عالم الإنسان، في عالم الحيوان، في عالم النبات، في عالم السحاب، في عالم الذرة، في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم. إذن في النهاية بعد في الآية رقم 50 ربنا يقول في القرآن الكريم ففروا إلى الله. إذن هذا الفرار إلى الله قرب إليه، والاقتراب من الله عز وجل اقتراب الإنعام والإحسان والإكرام، وليس اقتراب جسدي أو مادي أو فيزيائي. العز بن عبد السلام سلطان العلماء يقول الابتعاد والاقتراب في الأجسام. هذه مسألة مهمة عقدية ومهمة ودقيقة جدا، الوقت ما يسمح ليش باش نفصل فيها، ولكن هذا الكلام يكفي يجزي. معنى الاقتراب والابتعاد كان قرأ قوله تعالى واسجد واقترب، واسجد واقترب. ما يتصورش الإنسان مع الاقتراب الفيزيائي، الاقتراب المادي الجسدي هكذا. لذلك العز بن عبد السلام في كلمة واحدة قال الابتعاد والاقتراب هذه من صفات الأجسام. نغلق القوس، هذا كلام للعز بن عبد السلام سلطان العلماء. وربنا يقول واسجد واقترب. إذن في الآية في سورة الذاريات يقول رب سبحانه ففروا إلى الله. إذن هذا الفرار يجعل الإنسان يقترب من الله فيتعرف عليه. ثم يقول ربنا سبحانه وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون، ليذكر العبادات التي تقرب الإنسان إلى الله وتجعل مقامه دائما قريبا من الله، أليس كذلك؟ نعم. يكفي أن نذكر الصلاة. الصلاة هي غرة الطاعات، الصلاة هي رأس القربات، أليس كذلك؟ فحينما يقترب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف مقامه من الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يجب أن يتأدب. والأنبياء والمرسلون قدموا لنا النموذج العالي الرفيع المقام في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا تحدثنا عن سيدنا نوح شيخ الأنبياء، عمر دعوته 950 سنة. ممكن واحد يا أخي محمد صالح الآن في عالم اليوم ممكن يدير الدعوة الإنسان 5 أيام ولا 15 5 شهور ولا يتعب، يقول لك عييت نهضر لهم، ما حبوا يصليوا، ما حبوا يطيعوا ربي، ما حبوا، ييأس ويتعب. ولكن شيخ الأنبياء تأدبا مع الله، شو واحد الدعاء الذي ذكر في القرآن على لسانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. على فكرة يعني للتذكير، شحال اللي ركبوا مع سيدنا نوح في سفينته؟ أقلهم 12 يعني. نعم. هناك يعني هذه رواية من الروايات. نعم. يعني هناك رواية قال أقل وكان قال أكثر بقليل. المهم أن عدد لو آمن شخص واحد في كل سنة لآمن بالله عز وجل واتبع نوحا عليه السلام 950 شخص، ما دام عمر الدعوة 950 سنة. ولكن في ذلك نتأدب، وهو يعلمنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى بلا ضجر ولا يأس ولا قنوط. يقول رب سبحانه عز وجل فقلت مخاطبا قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبعدين يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن هذه آيات عجيبة عن موقف نوح. وكذلك إبراهيم الخليل. وطبعا ربما حينما أذكر إبراهيم الخليل قد يأتي الآن إلى الأذهان نعم. ما سأل الله عز وجل، قال له أرني كيف تحيي الموتى. قال الله عز وجل قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هذا ليس اعتراض وليس شكا في قلب إبراهيم الخليل إطلاقا، ولكن يريد أن يتعرف على الكيفية ليزداد يقينه، وهو متيقن من إيمان الله بالله عز وجل، فلم يعترض ولم يعارض ولكن يسأل عن الكيفية، كما سأل أيضا زكريا حينما بشره الله عز وجل كما في سورة مريم يا زكريا، أو في قراءة ورش وغيرها قالوا وغيرها يا زكرياء
إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبل سميع. وبعدين قال ربي كيف يعني، بعدين لم يعترض لأنما سأل فقال له بلغت من الكبر عتية أو عتية في قراءة وامرأتي عاقر، يعني هذا العقم لازمها من أول عمرها فلم تكن تنجب ثم توقفت عن الإنجاب. نعم. يعني عوامل اليأس متوفرة متحققة، ولكن بعد ذلك سأل الله عز وجل لم يعترض عليه بعد أن استمع إلى البشرى يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، ولكن يسأل فقط ليطمئن أكثر ويزداد يقينه. ولكن رب سبحانه عز وجل أجابه بجواب مقنع كما في أوائل سورة يحيى كأنه فأل لما مات قبله، يعني ماتت منها الإنجاب، هو مات منه الشباب. نعم. كأنه يعني فأل يعني اسم يحيى نعم لوالديه لأمه وأبيه سبحان. وهذا نعم. يسمى يحيى الآن يتفأنس بتسمية يحيى. نعم. حتى واحد يموتوا بزاف أولاده كذا يسميه معياش، اسمه يحيى. يحيى وعياش اسمه يحيى. نعم. عياش واسمه مخلوف باش يبقى إن شاء الله دائما في من الفعل الحسن. إذن هكذا تأدب يونس عليه السلام، وكذا تأدب زكريا ويعقوب. يعقوب تأدب مع الله عز وجل أيضا، الذي فقد ولديه، فقد يوسف ثم فقد الابن الثاني بنيامين، ولكن مع ذلك ماذا كان يقول لأولاده كما تحكي سورة يوسف العجيبة أيضا حينما قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. شوف الأدب مع الله رغم أن عوامل اليأس كلها متوفرة، أليس كذلك؟ الابن راح وجو خوته قالوا له يا بابانا كله الذيب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهب نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب، يعني كلاه الذيب خلاص بيقين بالنسبة إليهم في شهادتهم. قال بل سوت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلم ينفصل قلبه عن الله عز وجل بل دائما متصل. بعد سنوات طويلة جمع أولاده وقال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لأن الذي يأس من روح الله لم يتأدب مع الله. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون. ثم يأتي بعد ذلك كله سيدنا عيسى وسيدنا موسى، هؤلاء من أولي العزم من الرسل، ويأتي نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة العليا الذي اجتمعت فيه الصفات التي تفرقت عند غيره. فحينما نقرأ سيرته العطرة ونقرأ سنته الحديثية كذلك الشريفة نتأكد بيقين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأدب مع الله وهو قدوة عليا. لذلك يجب أن نتأدب مع الله في عباداتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في جميع أحوالنا، في حالة الرضا وفي حالة الغضب. ويكفي أن نذكر ما قاله ابن عطاء السكندري في حكمه العطائية، يقول من وجد الله فماذا فقد. بارك الله فيك دكتور على هذا البيان لهذا الموضوع، وأشكرك جزيل الشكر. إذا مع المشاهدين الكرام والكريمات في استقبال أسئلتهم واستفساراتهم على الأرقام الهاتفية والظاهرة أدنى الشاشة. ونبدأ بالأسئلة الواردة دكتور سعيد. أختنا فريدة من ولاية وزو بعثت بسؤالها تقول كانت تعيش مع الزوج وأهله وعانت مشاكل كثيرة معهم بما فيهم والد الزوج الذي يشتمها ويستعمل معها ألفاظ بذيئة ومخلة بالحياة، وحدث موقف منه بحضور زوجها الذي تأثر كثيرا، وبسبب هذه المشاكل قرر الزوج الاستقلال ببيت الزوجية، إلا أن الوالدة رفضت وقالت إنه سيأثم إن هو فعل ذلك. تقول سائلة فريدة وبعد أن نفذ قراره واستقل ببيت ازدادت المشاكل، فالجميع يتهمها أنها وراء هذه الأمور ولا أحد يكلمها بل يشتمونها علما أنها تحسن إليهم رغم كل شيء. الآن هي تشعر بالإثم، فما هو الحكم الشرعي في استقلالهم ببيت الزوجية؟ وماذا يقول لهم الزوج ليكفوا عن أذاهم وما يسببونه من المشاكل؟ طيب فريدة، هذه المعاناة التي لخصتها في هذه الكلمات لابد من بيان المسائل الآتية. النقطة الأولى أنه يفترض أن الكنة في سليف العروسة أن ينظر إليها من قبل والدي الزوج كنظرتهما إلى ابنتهما، هذا هو المفروض. نعم. هذا هو الوضع السوي المستقيم. ما يلزمش يقولوا هذه المرأة غريبة دخلت للدار، لا، جابوها بالخطبة بالناس بالمعارف بالفاتحة بالعرس بالكورتيج بكذا،
وصلت المفروض لها مقام رفيع في البيت. نعم. هذا رقم واحد. أما أنه نجد الوالد يعني كما يقول ينحى السر، فقلت سكسان السر، ينحى السر على عروسته اللي في مقام بنته وبحضور وليده اللي هو زوجها، يعني هذا أمر غير مستقيم، غير مستقيم تماما. وليك مكالمة في مكالمات لا نطيل على أصحابها. نعم. شكرا دكتور. ونعود إلى أختنا فريدة من تيزي وزو. معنا حورية من بومرداس. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. ارفعي صوتك يا حورية نسمعك جيدا. تفضلي. نعم. وش معنى صلاة التسبح؟ نعم. وش معنى صلاة التسبح؟ صلاة التسبح. التسبح. تسبيح. صلاة التسبيح يا حورية. التسبيح. نعم. السؤال الثاني. كيف تصلى وأي وقت تصلى فيه؟ نعم. وثانيا السؤال الثاني صلاة قضاء الحاجة كيف تصلى وبأي صور تصلى فيه وأي وقت تصلى فيه؟ بفضلك أعطيني الأجوبة. نعم. يبين لك أحكام هاتين الصلاتين شيخ سعيد. وبارك الله فيكم يا فيك البركة. أحسن الله إليك. أمة الله من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم على هذه الحصة وجزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. تفضلي بسؤالك. الله يخليك. أنا عندي سؤال بنطرحه للشيخ. نعم. En fait, concernant الأب تاعي صافي دي زاني هذه أعوام. en fait كنا ساكنين في أبارتمون. نعم. وجاته فرصة باش يدي فيلا مع الخدمة تاعو. نعم. مع العمل تاعو. et du coup كان خاصها الدراهم. Il a demandé à ma grand-mère لجداتي قالها بلي انتي تبارتي زعما للسكنة وان شاء الله يا ربي من يكمل الفيرسمون نكتبها لك على اسمك. قالت لها صحة ما كاينش مشكل. بدات في لي زارمون كلشي ومن بعد حنا رحنا معاهم لديك السكنة. ملي كان الفيرسمون تاع ديك الفيلا سوديزون ديك الفيلا هي قالت لنا غير بيعوا ديك لابارتمون ما عندكم تسكنوا عندي. شكون اللي قالت لكم يا هو زعما بدا عفوا أعيد العملية كيفاه تمت؟ En fait هذه الفيلا تندار بأقساط. تتباع بأقساط. نعم. le premier versement deuxième versement ainsi de suite. أيا والأب تاعي ما كاش عنده المال ما بغاش يضيع الفرصة. قال لها تديها انتي. نعم. ومن يكمل الفيرسمون تاع الفيلا نكتبها لك على اسمك إن شاء الله. لكن كان بهدفنا ما كنروحوا نعيشوا في ديك الفيلا ما كاش مشكل. نعم. مين رحنا عشنا في ديك الفيلا وكملوا الأقساط قالت لنا غير بيعوا داركم لابارتمون اللي عندكم وعيشوا معايا هنايا ما تعيشوش وحدكم. نعم. الأب تاعي زين النية باع لابارتمون. تعبنا في هذيك السكنة عينا ومن بعد ما كان مشاكل قبل ما تكمل الفيلا ويكتب على اسمها ما كان مشاكل بغات تخرجنا. نعم. ولا تقول لهم ولا تقول الوالد تاعي والوالده غير خرجوا عليا ما تحقيتكمش نعطيكم 200 مليون وخرجوا عليا. نعم. هو من بعد الاب تاعي قال كيف هذا ما شغل انا هو كان ناوي باش يكتبها لها صح. نعم. بصح مين خلفت العهد تاعها كي شغل غدرت بينا الغدر هي قال بلي نبيعها ورجع لها دراهمها. كيف قعدنا كيما هكا سنين 6 سنوات ولا 7 سنوات. نعم. الفيلا تباعت ورجع لها الدراهم تاعها بالزياده. نعم. يعني نعطيك مثال باغ اكزومبل الفيلا لا دير 600 مليون هو رجع لها النصف. دروك هي تقول بلي لا كلالي حقي هي بغات كاع الدراهم تاع الفيلا. هي تقول كلالي حقي وخوني. نعم. لكن هو مع العلم انه رجع لها اكثر من المبلغ اللي ساهمت فيه. هو كان ما كان معول باش يوفي بالعهد تاعه ويكتب لها السكنه بصح خاف لي يكتب لها السكنه خرجنا برا وحنا ما عندناش فين نروحوا باسكو بعنا لابارتمون تاعنا. الاسئله قال هذه الفيلا سمحي لي لحد الان حتى نستوضح أمة الله حتى لا نطيل عليك نستوضح الصورة فقط. هذه الإنسانة كانت حابة تبيع لباباك الفيلا هذه مفهوم؟ لا ما كانتش حابة تبيع له. هي عطاها الدراهم عطاها المبلغ باش يساهم فيه ومن بعد يكتبها لها هو على اسمها. لماذا يكتب لها على اسمها؟ قد في الديبي تكون على اسمها باسكو مع العمل تاعو.
يعني كان يشري هذا السكن عن طريق العمل؟ عن طريق العمل تاعو. وهي صاحبة المسكن ولا لا؟ لا ماشي صاحبة المسكن، المسكن على اسم. على اسم من؟ هي برك ساهمت بالمبلغ. ساهمت معه بمبلغ. نعم. ثم وقع سيستم تاع لي كوبيراتيف. الشيخ كيفهم. لحد الان هو مصفى رقبته تقسى الامام وكلشي كان اكثر من المبلغ تاعها ساهمت به. تبعت هذيك الفيلا وارجع لها هذاك. نعم. بعدين باع السكن هذا ورجع لها نصف المبلغ تاع البيع. لا ماشي نفس المبلغ، بالزياده. نصف المبلغ. نعم بالزياده. مثلا باغ هي ساهمت ب 150 مليون. نعم. هو عطاها 300 مليون. نعم. هي الآن تخون فيه وقالت له أنك كليت لي حقي هكذا. هي لحد الآن من تقعد معاه في الجماعة ولا تقعد تقول له أنت خاين وتمك. نعم. لو دخلت بالخاين هو أمام الله قال سقسيت الإمام وأنا قال لي الأب تاعي. نعم. أنا كنت ناوي نية صافية باش نكتبها لها على اسمها. وعدها الأخت أمة الله، وعدها باش يكتب هذا المسكن على اسمها هكذا. باش يكتبها لها من أجل ذلك تخونه، قالت له أنت خائن هكذا. نعم. نعم. لكن من المشاكل هو خاف يدي ولادها برا يقيسونا برا. نعم. واضح سؤالك يا أمة الله، واضح. وفدي كاين سؤال داخل الله يخليك باختصار، فيه مكالمات على الخط باختصار يعني. الله يخليك. نعم. هي عاودت شرات ساكن وكتبته على ولدها. نعم. مع العلم أنها لها ابن و4 أبنات. نعم. يعني أنا أسأل في ما حكم الشرع في ذلك في حكم الميراث، يعني هل تحرم بناتها من الميراث؟ هل هذا يجوز أو لا؟ كتبت على الابن الآخر مش على وليدها طبعا. على وليدها وحرمت عندها غير ولد، لها ابن لها ولد و4 بنات. حرمت البنات وكتبت على الولد. نعم. منهم أمي وحدة من البنات. هذه جداتك؟ جداتي. معلش. واضح. وانا خايفه نقول لها بلي هذا ماشي ما يجوز، بصح مانيش عارفه كيف نتعامل معاه. واضح يا أمة الله إن شاء الله. مع السلامة أختي. مكالمة الموالية. نعم فيه اتصال. ألو. نعم. ألو. نعم. ألو. مباركة من بورس. مباركة من بورس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي مباركة. هي عندي سؤال. نعم. نسمع إليك، تفضلي. الذي حددني وضح لي ما بين الحج والعمرة من هل تطلب المحرم الشرعي؟ الحج والعمرة. نعم. ما بين الحج والعمرة، العمرة اللي تطلب المحرم الشرعي ولا الحج الفرض؟ نعم. الحج مع وليد خالي وخويا من الرضع، هل تجوز معاه ولا لا؟ سواء الحج ولا العمرة. هذا أخوك من الرضاعة؟ خويا من الرضاعة، مرضعة من الناس، تبعا من الناس، كلنا نرضعوا من مرض خالي. هو وليد خالك؟ هو وليد خالي وكان يجيب العمر وكل شيء. نعم. واضح يا مباركة إن شاء الله. مفهوم سؤالي خويا؟ مفهوم. والسؤال الثاني، ماذا نتكلم صلاة؟ نعم. القرآن صلاة النافلة، ما هي الصورة اللي نصلي بها؟ قيام الليل أما ضحى أما؟ أنا مانيش قارية، أنا أقرأ سورة خلال. نعم واضح إن شاء الله. مفهوم سؤالي خويا؟ مفهوم يا مباركة، مفهوم. شكرا، بارك الله فيك خويا. بالعافية. بارك الله فيك. مع السلامة. مغنية من مستغانم ونستأنف الإجابة إن شاء الله. أخت مغنية. السلام عليكم. مغنية. نعم. تفضلي بسؤالك. ألو. نعم. تفضلي بالسؤال. صح. عندي زوج تاعي. نعم. زوج تاعي. وش به؟ واصلي. زوج عليا. زوج عليا. نعم. أيام من بعد مع أخواتاتي هما اللي قالوا لي الزوج. نعم. أخواتاتي هما اللي قالوا لي الزوج. عندي أخت ورات الأخت. هي دروك من سواو عليه. هي ما جات ما وصلتش. نعم. قالوا له
وقالوا من قالوا له يتزوج عليا. مين يتزوج؟ عنده سكنه في خارجه من الدوار. نعم. مين جيت انا هنايا ما بغاوش، قالوا لي تقعدي فينا وتخرج شو داير شروطي قال شو دايرهم لي. جيت الخيام ربعيه كاع يجي ويدخل عليا الزبد يدخل عليا الدم شو داير لي خيتي والو. نعم. والله والو. تعرف راه زعما وعندي زوج ولاد وحده غنمشي يحاسبهم والو. واحد عنده 32 عام وواحد عنده 30 عام وعنده ذكران مليحه. نعم. راه مفرط في النفقة تاع اولاده هذو ونتاعك انت. ياك انت ما في تملي. راه مفرط في النفقة عليك وعلى اولادك. واه زعما هادو قلت لهم تاع نعطيهم الحق بلادي فيهم لي. والسكن والسكن لا عندي حق نديهم ولا ما عنديش حق. والسكن خلالك سكن ولا لا؟ لا عندي سكنة راني فيها، راني بشهر و10 ايام جيت لها. نعم واضح يا مغنية واضح. هو ساكن في الدوار. ايوا السكنة عندي في الفيلات. نعم واضح ان شاء الله. ايوا صحيت الحمام. ربي يكون في عونك ان شاء الله. السلام عليكم. شيخنا سعيد نعود الى سؤال اختنا فريدة من تيزي وزو. نعم. نعم. إذن قلنا ما هو الوضع السوي الذي يجب أن يكون. نعم. العلاقة بين والد الزوج والكنة ولا العروسة وضع المستقيم. أما هذا الوضع فهو سيء باش يروح ينحى عليها السر ويقولها كلام مش مليح وألفاظ بذيئة، خاصة يعني بحضور ولده اللي هو زوج الأخت السائل الأخت فريدة. هذا أمر غير مستقيم، غير مستقيم في جميع الأحوال، ومرفوض من باب أولى داخل الأسرة التي يفترض باش يكون فيها القدر، يكون فيها الاحترام، يكون فيها الحياة. ثم وحدث مواقف إلى آخره. نعم. حتى وإن قد قرر الزوج الاستقالة. طبعا هذا قرار حكيم. الآن إذا ناقشنا هذا القرار نقول هذا القرار حكيم، لأنه كان احتمالان في الشرع. كان ما يسمى بفقه الموازنات، يعني الإنسان يوازن بين هذا الأمر وهذا الأمر، يختار أخف الأضرار. بقاؤه في المنزل في هذه الظروف ضرر، وانصرافه ممكن يكون فيه ضرر مادام هناك مضرة أو هناك ربما مساوئ من وراء ذلك. ولكن إذا قارنا بين المضرتين أو بين الضررين نقول بيقين عملا بفقه الموازنات أنه الأفضل له أن يغادر البيت. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سيرته العاطرة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا الأيسر له. ورب سبحانه يقول في القرآن ادفع بالتي هي أحسن. إذن هذا الابن لو بقي يعني في بيت الأسرة جميعا ممكن تفاقم هذه المشكلات وتراكم هذه الأزمات ممكن تؤدي به إلى أن تفسد العلاقة بينه وبين والديه. وربنا يقول ولا تقل لهم أف، وربنا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالدين إحسانا. إذن لكي لا يقع في هذا الحرج بينه وبين والديه فقد قرر قرارا حكيما بخروجه من البيت واستقل بمسكن وحده مع زوجته مع أولاده تفاديا لهذه المشاكل. تفاديا المشاكل. والعبرة بالمآلات. ونطرح سؤال مهم شرعي نقول هل هذا القرار أو هل هذا التصرف مشروع أم غير مشروع؟ هو مشروع، لم يخرج من دائرة المشروعية، سي ليجيتيم، معناتها ما دارش حاجة مش مليحة، ما سبهم ما قالهم كلام مش مليح، لا ارفد مرته ولاده وراح باش تنزل لهنا والراحة والطمأنينة. طيب وبعدين تقول للوالدة رفضت وقالت أنه سيأثم، ما وراها الإثم في هذا؟ ما كان حتى إثم. الإثم لو كان ما يعني ما يقومش بوالديه وربما يسيء إليهم وربما يدير معهم العقوق، نعم هنا يأثم. أما في هذه الحالة هو رفض مرته ولاده وراح واستقل باش يتفادى المشاكل والحرج والاحتكاك. نعم. ثم تقول بعد أن نفذ قراره وانتقل إلى آخره زادت المشاكل. هنا السؤال مطروح، يعني أكيد سبحان الله حينما يغيب الشرع يغيب والمعالم نتاع الشريعة تغيب، طبعا زيد المشاكل. هي المفروض تروح المشاكل نهائيا. علاش تكون المشاكل؟ إزالة المشاكل في الجميع يتهمها، وطبعا للأسف احنا في مجتمعاتنا دائما الحلقة الضعيفة هي المرأة،
كل حاجة يتريو عليها، قال هي السباه، هي اللي غلطت، هي اللي كذا، يتهم أنها هي وراء هذا الأمر. حتى ولو اقترحت هي، أين الإشكال؟ فرضا أن زوجته هي اقترحت عليه، تقول يا زوج ما دام الوضع موش مليح أروح نخرجوا، أين الإشكال؟ ما كان حتى إشكال. نعم. ولا أحد يكلمها، وطبعا هذا أمر لا يتفق مع الشريعة ويسبونها إلى آخره، علما أنها تحسن إليهم. هذه مسألة مهمة جدا. بمعنى رب سبحانه يقول ادفع بالتي هي أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرر معناه أنت بارك الله فيك أنك لم تقابلي الإساءة بالإساءة، بل قابلت الإساءة بالإحسان، وهذا هو المطلوب. وراك توافقي القرآن تماما، ادفع بالتي هي أحسن. ثم هي أن تشعر بالإثم، ما عندك حتى سبب للشعور بالإثم، إنما الشيء فما هو الحكم الشرعي من استقال. أولا الحكم الشرعي جواب مباشر نقول لك هذا الاستقال بالسكن هذا قرار حكيم. رقم 2 أنه يوافق الشريعة الإسلامية. رقم 3 ما عندك حتى مبرر للإثم. رقم 4 استمر في الإحسان إليهما، استمري في الإحسان إلى والدي الزوج، ثوا شولت بورغازيم، خذ مس الخير، خذ مس الإحسان، يوذ من ربي ورتساقوا هذا سيدي ربهم يصروا حالة. أمر آخر أنه لازم تذكري زوجك باش هو أيضا ما يعصيش والديه، ما يفرطش فيهم، يزورهم، ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين. أنت أيضا مع زوجك تروحي مع أولادك تزوريهم، معنا ديري كامل اللي عليه، حتى ولو ردوكم ديروها لوجه الله تعالى سبحانه وتعالى. أما الناس اللي ربما يقولوا هذا الكلام وراه يتهموك بأنك أنت السبب، هذا كله كلام ما تعطلوش أي قيمة. أنت دير الخير، وكان رب سبحانه سيسخرهم لتعود المياه إلى مجاريها في يوم من الأيام إن شاء الله. إن شاء الله. عبد السلام من ولاية البليدة يسأل عن الشك في عدد الرضعات. دكتور سعيد. نعم. طيب هذا يا أخي عبد السلام موضوع يعني نقدر نقول يتكرر مرارا. نعم. لأنه مع طول الوقت تكون امرأة مثلا رضعت طفل ولا طفلة ربما قبل 30 سنة ولا 20 سنة أو كذا، ليس كذلك، فبالتالي مع طول الوقت كاين اللي ينساو. الجواب في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى المقرر في الفقه الإسلامي خاصة عند سادتنا المالكية وعند الأحناف أن قليل الإرضاع أو كثير الإرضاع كلاهما يفيد التحريم. هما في الحكم سواء. فهما في الحكم سواء. نعم. يعني الطفل هذاك كي يرضع، المهم خلال العامين في الحولين الأوليين نعم. في العامين الأولين وين يكون الحليب هو الغذاء الرئيس لهذا الوليد. طيب بمعنى إذا كان رضع شوية أنبت اللحم وقام العظم. نعم. وإما رضع شوية ورضع بزاف، رضع واحدة ولا زوج ولا 5 ولا وكيف معنى هذا يثبت به التحريم. هكذا متفاهمين؟ طيب ولكن هناك من الفقهاء منهم السادة الشافعية وكذلك القول يعني الأظهر في عند الحنابلة اللي يقول أنه لازم يكونوا 5 رضعات مشبعات متفرقات متيقنات مشبعات. 5 رضعات متفرقات متيقنات مشبعات، هنا تثبت الحرمة. طيب أمام اختلاف الرأيين الأحوط أن نأخذ بالرأي الأول، ربما نأخذ بالرأي الثاني إذا كان يعني جاء السؤال بعد ما تزوجوا عندهم أولاد وكذا، ربما للمحافظة على الأسرة وكذا قد يفتى بهذا الرأي اللي يقول برأي الشافعية هكذا، يعني باش تستمر الحياة الزوجية بين الزوجين. ولكن الأحوط أن نفتي بالرأي الأول